الفيلم بيبدأ بواحدة اسمها شيلبي، كانت بتلبس باروكة شقرة وبتجهز نفسها باهتمام. كانت بتتفرج على فيديو لواحدة انفلونسر على انستجرام اسمها نيكي، وهي بتقدم نصايح عن ازاي الست تخلي علاقتها بشريك حياتها فيه حماس اكتر. في اوضة تانية كان صاحبها سايرس، هو كمان بيتفرج على نفس الفيديو بتركيز كبير. بعد شوية شيلبي بتروح لسايرس بس بتتفاجئ بيه وهو بيتفرج على فيديوهات مش تمام على اللابتوب بتاعه. رومنا اتضايقت، حاولت تغريه بس سايرس ما بينش اي لهفة، وده خلى خناقة كبيرة تحصل بينهم. قافل المشهد اللي بعده بنشوفهم وهم رايحين حفلة لواحد صاحبهم من ايام الكلية اسمه روبن، اللي فرحه كان تاني يوم. وهما في العربية شيلبي كانت بتقلب في صفحة نيكي على انستجرام، وبنعرف ان نيكي دي واحدة من شلتهم القديمة. شيلبي لاحظت ان نيكي بيجي لها لايكات كتير جدا، وحتى سايرس عامل لايك وكومنت على كل صورها، وده خلاها تحس بالاحباط. شيلبي كمان نزلت صورة لنفسها بس مسحتها بسرعة لما لقت ان مفيش غير 3 بس عملوا لايك بعد وقت قصير بيوصلوا لبيت كبير قصر في مكان مقطوع. شيلبي شافت ان غريب قوي ان خطيبة روبن مش هتحضر معاهم الليلة دي، بس سيرس ما كانش شايف ان الموضوع مستاهل القلق. دخلوا القصر وصاحبهم دانيس استقبلهم بحماس كبير. بقية الشلة كانت موجودة، نيكي ومايا وبروك، وشيلبي قاعدة بترغي مع البنات. سايرس طلع البلكونة وقابل روبن، واتصدم لما عرف ان روبن عازم صاحبهم فوربس اللي ما كانوش بيتكلموا من زمان. بس روبن وضح له انه بعت الدعوة فعلا، بس فوربس ما ردش عليه خالص. في نفس الوقت البنات بدأوا يتكلموا عن فوربس، وبنعرف ان حصلت خناقة كبيرة بينه وبين دانيس في حفلة ايام الكلية. وقتها فوربس كان جايب معاه اخته الصغيرة بياتريس اللي كانت لسه في المدرسة، وكانت مهووسة بدنيس، بس دنيس كان مرتبط بنيكي في الوقت ده. ولما بياتريس شافتهم مع بعض فقدت أعصابها وهاجمت على نيكي، والموضوع كبر وبقى خناقة بين فوربس ودنيس فضلت مستمرة لحد ما البوليس جه عشان يفض الموضوع. وبعد اللي حصل دانيس اتقبض عليه، وفوربس اتفصل من الكلية عشان جاب أخته الصغيرة الحفلة وخلاها تشرب خمرة. بياتريس أخته دخلت مصحة نفسية، وفوربس عزل وراح كاليفورنيا عشان يشتغل في شركة تكنولوجيا. ومن وقتها فات 8 سنين ومحدش سمع عنه حاجة. بعد كل الرغي ده الشلة قعدوا عشان يتعشوا، وفي الوقت ده سايرس فضل عينه على نيكي، وده خلى شيلبي تغير وتتضايق. اما روبن فكان باين عليه مهتم قوي بمايا رغم انه خاطب وكاتب كتابه. بدأ روبن يقول خطبة مؤثرة عن قد ايه هو مبسوط ان الكل اتجمع في يوم المميز ده. بس فجأة بيظهر فوربس وهو شايل في ايده شنطة سفر، والموضوع كان صدمة للكل. بعد السلامات والاحضان قعد فوربس مع اصحابه القدام اللي كانوا فرحانين انهم شافوه. سألوه ايه اللي في الشنطة ده، فقال لهم انها لعبة ممتعة هيلعبوها سوا، وزود كمان ان اللي هيوري لهم لازم يفضل سر لانه شغال عليه هو واصحابه بقالهم 5 سنين. فتح الشنطة ولقوا جهاز فيه مفاتيح واسلاك وتوصيلات واداء لهم صلات كهربائية، وقالوا لهم يحطوها على دماغهم. الكل عمل زي ما قال، وفجأة فوربس داس على زرار فكل اللي في الأوضة بدأوا يهلوسوا ويصرخوا من غير سبب واضح. وبعد ثواني داس على زرار تاني وكل حاجة رجعت طبيعية. وهنا بنكتشف ان الجهاز ده بيخلي الناس تبدل اجسامها، يعني الوعي بتاع كل واحد بيتنقل لجسم حد تاني لفترة مؤقتة. الشلة اتصدموا من التجربة الغريبة دي وما كانوش مصدقين ان في جهاز كده اصلا. بعد كده فوربس شرح لهم اللعبة انهم كلهم هيبدلوا اجسامهم، وبعدين يحاولوا يحذروا مين اللي جوه جسم مين. شرح القواعد وقال ان كل واحد لازم يصور نفسه صورة بولارويد فورية، لو حد عارف يخمن الشخص صح صورته بتتحط على جسمه ويخرج من الجولة دي، لكن لو حد خمن غلط بيضطر يكشف هويته الحقيقية ويخرج برضه. فوربس قال كمان انه عشان هو اللي مخترع اللعبة فهو كده عارفهم كلهم فمش هينفع يخمن معاهم. وبعد ما خلص شرح كل القواعد فوربس داس على الزرار والجولة الأولى بدأت. بروك بدأت تتوتر وتترعش، فسايرس حذر على طول ان دي شيلبي لانه عارف انها شخصية قلوقة، وفعلا طلعت هي وحطت صورتها على جسم بروك وخرجت من الجولة. ايه بعدها؟ الشخص اللي جوه جسم روبن قال انه عنده طريقة يعرف بيها مين فيهم هو روبن الحقيقي، وبدأ يفتح سوستة بنطلونه. الحركة دي خلت سايرس يتنرفز جدا ويشتم، وبكده اتكشف ان هو اللي جوه جسم روبن. بعد كده الشخصية اللي في جسم نيكي قالت جملة مفيش حد بيقولها غير مايا، فكشفت نفسها هي كمان. دينيس نادى على شيلبي بدلع وقال لها يا شيلبو، فالباقيين خمنوا ان ده اكيد سايرس، وفعلا اعترف بكده. بس الموضوع ده لخبط سايرس الحقيقي اللي كان جوه جسم روبن. اسايرس اللي في جسم روبن راح لدانيس واكتشف ان اللي جواه هو فوربس نفسه. سأله انت ليه كذبت على الشلة؟ ففوربس رد برود وقال له عادي مفيش مشكلة، استمتع انت بس بالتجربة الجديدة دي. بعدها سايرس كمل تمثيل ان هو فوربس في جسم روبن وقعد يلف في البيت لحد ما لقى أوضة كلها مرايات. هناك قابل مايا اللي كانت في جسم نيكي،
مايا كانت متضايقة ان روبن هيتجوز لانهم كانوا مرتبطين زمان، وبدأت تغريه رغم انها عارفة انه مش روبن الحقيقي. سايرس هو كمان وافقها لانه اصلا معجب بنيكي، وهما لسه بيبدأوا يقربوا من بعض. سايرس اتعور في ايده من حتة ازاز مكسورة وصوت من الوجع، فاللي جوه جسم مايا جه بسرعة عشان يشوف فيه ايه. سايرس كمل لف في البيت وشاف شيلبي وهي بترقص مع روبن اللي كان جوه جسم سايرس. غار جدا لما شافهم كده، خصوصا لما سمع شيلبي بتقول ان صاحبها الحقيقي سايرس ما بيكونش دمه خفيف كده ابدا. شيلبي بدأت تتريق على سايرس وادمانه للافلام الوحشة، وهي مش عارفة ان سايرس واقف قدامها وسمع كل كلمة، وده خلاه يفرقع من الغيظ ويطلب منهم يوقفوا اللعبة. يعني الكل اتجمع في الصالة ورجعوا لاجسامهم الحقيقية. كانوا طايرين من الفرحة بالتجربة الغريبة دي وطلبوا يلعبوا جولة تانية. في الوقت ده دانيس راح لفوربس لوحدهم عشان يتأسف له على اللي حصل من 8 سنين، واعترف له ان هو وروبن هما اللي كانوا السبب في رفضه من الكلية زمان. فوربس اتفاجئ ان روبن كان له يد في الموضوع، بس قال انه مش مهتم وانه نسي خلاص وكل ده بقى من الماضي. بعدها الشلة اتجمعت عشان الجولة تانية، بس سايرس قال انه مش عايز يلعب تاني عشان حاسس بصداع. دانيس اتضايق من كلامه وده عمل خناقة كبيرة بينهم. شيلبي خدت صاحبها على جنبه وقالت له ما يكبرش المواضيع كده. هنا سايرس اعترف لها انه مش مستريح للعبه دي، وقال لها ان فوربس كذب في الجوله الاولى. شيلبي شافت ان الموضوع بسيط وقدرت تقنعه يلعب معاهم، بس سايرس حط شرط واحد، ان في الجوله اللي جايه يلمسوا حواجبهم لبعض عشان يعرفوا بعض وهم في اجسام تانية. بعد كده رجعوا للشله وشيلبي ابدت اهتمامها انها تفهم الجهاز ده بيشتغل ازاي، ففوربس بدا يعلمها. وبداوا الجوله التانية، واول ما الجهاز اشتغل فوربس لمس حاجبه، وده معناه هو سايرس. في الوقت ده شيلبي لقت نفسها في جسم نيكي، وبكل حماس نزلت صورة على انستجرام عشان تستمتع باللايكات والمدح، وبصت في المراية وكانت فرحانة جدا بشكلها الجديد وانها بقت جذابة قوي. في مكان تاني اللي جوه اجسام بروك ودانيس وشيلبي قرروا ما يكشفوش نفسهم ويستمتعوا بالغموض شوية. دانيس راح لمايا وبنعرف بسرعة ان هو روبن وانه عايز يقرب منها، عزامها تطلع معاه على السطح، وهو اصلا ما يعرفش مين الشخصيه اللي جوه جسم مايا. في الوقت ده سايرس فضل يلمس حاجبه قدام كذا بنت عشان يلاقي شيلبي، بس مفيش حد رد عليه. وفجاه سمع نيكي وهي بتصوت من العنكبوت، فعرف ان دي صاحبته شيلبي. سايرس خدها بيت الزرع الصوبة عشان يتكلموا لوحدهم، وصمم انها تقول هي مين. هي رفضت في الاول، بس بعد كده اعترفت انها شيلبي، وبدات تغريه وقالت له انهم ممكن يعملوا لعبه ادوار وهما في اجسام ناس تانية. سايرس وافق وبداوا يقربوا من بعض، وهو يندى عليها باسم نيكي عادي، بس اتضايق جدا وفقد الرغبه لما هي ندهت عليه باسم فوربس. على الناحيه التانية بنشوف دينيس ومايا في وضع رومانسي على السطح، وزي ما احنا عارفين دانيس هو في الحقيقه روبن، وهو بيعمل كده بس عشان هو بيحب مايا الحقيقيه. بس بنكتشف ان الست اللي معاه هي في الحقيقه بروك، وهي عارفه ان ده روبن وبتحبه. وبالرجوع لبيت الزرع سايرس قطع اللي بيعملوه واتهم شيلبي انها عايزه تكون مع فوربس مش معاه، وقال انه خلاص مش هيلعب تاني وخرج من المكان وهو متعصب. فجاه بنشوف روبن وبروك وهما بيقعوا من فوق بالغلط، والشله كلها اتفزعت من صوت الخبطه القويه. جريوا كلهم بره، وكانت الصدمه ان جسم دنيس واسم مايا وقعوا من فوق السطح وجسمهم اترشق في تمثال موجود تحت، وده معناه ان روبن وبروك الحقيقيين ماتوا خلاص، بينما مايا ودانيس محبوسين في أجسام تانية. بعد الكارثة دي الكل بدأ يكشف هو مين بالظبط في الجولة التانية. دانيس جوه جسم سايرس، ومايا جوه جسم شيلبي، وفوربس جوه جسم روبن، ونيكي جوه جسم بروك. وطبعا سايرس جوه جسم فوربس، وشيلبي جوه جسم نيكي. الكل بدأ ينهار، ودانيس صرخ انه عايز يرجع لجسمه، بس فوربس قالوا ان ده مستحيل لان الجسم الحقيقي مات. في وسط الهيصة دي نيكي كانت عايزة تطلب البوليس لانها خايفة يلبسوا القضية، بس فوربس منعها وقال لها ان اختراعه ده سري جدا وما ينفعش البوليس يحط ايده عليه. سايرس اقترح ان الكل يرجع القصر ويبدلوا الاجسام، بس دانيس ومايا رفضوا لان اجسامهم الاصلية ما بقتش موجودة اصلا عشان يرجعوا لها. الموضوع ده ما عجبش سايرس وبدأت خناقة كبيرة بينه وبين دينيس. وفي وسط الكلام والزعيق دينيس اعترف انه خان نيكي مع بياتريس ايام الكلية، وان سايرس هو اللي راح فتن لنيكي وقتها. سايرس كمان كان بيحاول يوقع نيكي في حبه بس هي رفضته، فراح ارتبط بشيلبي كخطة بديلة رغم انه عمره ما حبها بجد. الكلام ده دمر شيلبي الغلبانة، فسايرس بدأ يشتم في دينيس ويقول له انه عيل سيس وعايش بفلوس اهله. دينيس من غله اتصل بالبوليس وهو بيمثل انه سايرس،
وبلغ انه رمى 2 من صحابه من فوق السطح. في نفس اللحظة لاحظت الشلة ان فوربس اختفى، وشافوه في جسم روبن وهو بيهرب بالشنطة، بس نيكي لحقته وضربته فقدته الوعي. هي وسايرس جرجروا فوربس لجوه، وكانوا بيخططوا يبدلوا الاجسام بسرعة قبل ما البوليس يوصل. الكل بص لشيلبي عشان تساعدهم لانها الوحيده اللي اتعلمت ازاي تشغل الجهاز. بس الكارثه ان شيلبي رفضت تعمل كده لانها ما بقتش عايزه تسيب جسم نيكي الصاروخ وترجع لجسمها تاني. الموضوع سخن جدا. نيكي من كتر غضبها ضربت شيلبي قلم قوي على وشها. شيلبي سابتهم والباقيين ربطوا فوربس وهو مغمى عليه عشان ما يهربش تاني. بعد شويه سايرس لقى شيلبي ومايا في اوضه المرايات. قعد يتأسف لشيلبي ويقول لها ان اعجابه بنيكي ده كان ايام الكليه وخلص، وانه عايز يكمل حياته معاها هي وترجعها ترجع الاجسام زي ما كانت. الخطبه المؤثره دي كانت خلاص هتجيب نتيجه، بس مايا فجاه افتكرت لما سايرس اتعور في الجوله الاولى في نفس الاوضه دي، وراحت فضحاه وقالت انه بسها وهو فاكرها نيكي وكان بيمثل انه فوربس. شيلبي لما سمعت كده اتجننت اكتر ورفضت تساعده خالص. في ناحيه تانية نيكي فوقت فوربس وحاولت تقنعه يشغل الجهاز، بس شيلبي دخلت عليهم وهددت نيكي انها هتدمر مستقبلها وتنزل لها فيديو يفضحها لو ما خرجتش بره الاوضه. نيكي خافت على شكلها كانفلونسر واضطرت تمشي، وبدات شيلبي تخطط مع فوربس، وفوربس بخبث قال لها لو انا مكانك هعمل ايه. بعدها شيلبي اتكلمت مع سايرس لوحدهم وخيرته بين حاجتين، يا اما يرجعوا لاجسامهم الاصليه وهي موافقه، يا اما يختار الحل التاني اللي عارفه انه نفسه فيه من زمان، انها تفضل هي في جسم نيكي وهو ياخد جسم روبن، ويهربوا هما الاثنين سوا ويبداوا حياه جديده باسماء وشكل جديد، ويسيبوا دنيس اللي محبوس في جسم سايرس يلبس قضيه القتل مع البوليس. في نفس الوقت نيكي راحت لفوربس وعرفت منه ان شيلبي ناويه تسرق جسمها للابد. نيكي راحت فكت فوربس وترجته يرجع كل واحد لجسمه الاصلي، اما سايرس فوافق على اقتراح شيلبي التاني عشان يفضل مع جسم نيكي اللي كان بيموت فيه. وفجأة سمعوا سيرين البوليس بتقرب. شيلبي بدأت تشغل الجهاز بسرعة، بس نيكي دخلت عليهم ومعها زبدة فول سوداني ودهنتها على جسم شيلبي، وهي عارفة ان جسمها الأصلي اللي شيلبي فيه دلوقتي عنده حساسية قاتلة منها. شيلبي بدأت تتخنق ومش عارفة تاخد نفسها، ونيكي ورتها حقن الحساسية وقالت لها مش هتاخديها غير لما تخلي فوربس هو اللي يشغل الجهاز. السايرس قعد يزعق، وفوربس بدل شوية سلوك بسرعة وقال ان الجهاز جاهز للتشغيل. وفي اللحظة دي نيس اتصدم لما جاله تنبيه ان حساب الورث بتاعه ما بقاش فيه مليم، واتهم سايرس ان هو اللي سرقه. في اللحظه دي نيكي ادت حقن الحساسيه لشيلبي، والبوليس كبس على البيت بالظبط في الوقت اللي فوربس شغل فيه الجهاز. تاني يوم الصبح بنشوف بياتريس اخت فوربس وهي بتجري ورايحه مكان ما. وصلت فرح روبن اللي اتلغى وشافت خطيبته وهي منهاره. بياتريس شافت فوربس من بعيد وجريت عليه وهجمت عليه وهي بتصرخ وبتقول له فين الشنطه بتاعتي. وهنا الصدمه، الشخص اللي جوه جسم فوربس طلع هو دنيس. سأل بياتريس انت ايه اللي جابك هنا؟ فردت عليه وقالت له انها مش الشخص اللي هو فاكره خالص. وبنعرف المفاجأة اللي تشيب ان الشخص اللي كان معاهم طول الليل وهم فاكرينه فوربس كانت في الحقيقة بياتريس. الحكاية ان بياتريس ودنيس كانوا مع بعض كذا مرة وهم في الكلية، بس دنيس انكر علاقته بيها وقال للناس انها بنت مجنونة وبتاعت مشاكل. وفي الحفلة القديمة بياتريس شربت وفقدت اعصابها لما شافته مع نيكي، فدخلوها المصحة وفوربس اترفت. ولما فوربس رجع من كاليفورنيا وراها الجهاز اللي اخترعه، هي استغلت الفرصة وبدلت جسمها معاه وضربته، وراحت الحفلة عشان تنتقم من دنيس وكل الشلة. دنيس اللي فيه جسم فوربس اتصدم واسألها امال ايه اللي حصل لبقية الناس. المشهد بيتنقل لسايرس وهو في السجن بتهمة القتل، وشيلبي راحت تزوره. بنكتشف انهم رجعوا لاجسامهم الحقيقية. سايرس قاعد يترجاها تروح تتكلم مع البوليس وتثبت براءته، بس هي رفضت ببرود. هو بدأ يشك هي دي شيلبي الحقيقية ولا حد تاني، بس هي أكدت له إنها هي. في نفس الوقت دانيس بيقول لفوربس اللي هي بياتريس إنها بوظت آخر تبديلة للأجسام وكل حاجة باظت. نيكي لقت نفسها في جسم روبن الميت ومايا بقت في جسم بروك الميتة. وبنرجع لسايرس وهو بيحكي ان البوليس متهمه انه سرق فلوس دنيس وحولها لحساب برا البلد، وكان فاكر ان فوربس هو اللي عمل كده وبدأ يتوسل للشيلبي تساعده. بس الحقيقة فلاش باك بتورينا انه بياتريس هي اللي سرقت الفلوس من موبايل دانيس، ودلوقتي هي بقت في جسم نيكي وهربت بفلوس دانيس كلها، ومعاها كمان اختراع فوربس الجهاز. في المشهد الأخير سايرس بيحاول لآخر مرة يترجى صاحبته شيلبي عشان تخرجه من السجن، بس هي بتعترف له بحقيقة صدمة. بتقول له انها لما خرجته الليلة اللي فاتت بين حلين ده كان مجرد اختبار عشان تتأكد هو بيحبها بجد ولا لا. بما ان سايرس سقط في الاختبار واختار انه
يهرب معاها، بس وهي في جسم نيكي، فهي دلوقتي مبسوطه جدا وهي شايفاه بيعفن في السجن ورا القضبان، وقررت تسيبه وما ساعدوش. الفيلم بيخلص بنهايه مأساويه لسايرس وانتصار لشيلبي وبياتريس.